بيبدأ الفيلم بقوات الشرطة وهم مشتبهين في شاحنة كبيرة على الطريق، وبيروح الشرطي للست اللي بتسوق وبيطلب منها الرخص، فبتقوله انها نسيت كل الاوراق في البيت. فبيشك الشرطي وبيقرر يفتش الشاحنة، ولما بيفتش بيلاقي عدد كبير من الكلاب. وبعدها بيتصلوا بالمحققة ايف وبيطلبوا منها تروح مركز الشرطة بسرعة، وبتسيب ايف ابنها لمامتها عشان ترعاه لحد ما ترجع. واول ما بتوصل ايف لمركز الشرطة بتدخل غرفة الاحتجاز وبتشوف الست اللي كانت سايقة الشاحنة، وبتكون قاعدة على كرسي متحرك ومتعورة في ظهرها. فبتعرف نفسها المحققة ايفو انها في الاصل دكتورة نفسية، وبتعرفها ان تم استدعائها لان زمايلها في مركز الشرطة محتارين ومش عارفين يحتجزوها في عنبر الرجالة ولا عنبر الستات. فبيقلع الباروكة بيقول لها ان معاهم حق، لكنه بيتنكر في هيئة ست عشان ينسى الماضي، وبيكون اسمه دوج. وبدل ما ايف تحقق معاه بيسألها هو عن حياتها، فبتجريه ايف وبتجاوب على اسئلته، وبتقول له انها مطلقة وعندها طفل عمره 9 شهور. وبعدها ايف بتسأل دوج لو عنده اطفال، فبيقول لها انه عنده اطفال كتير جدا. فبتفهم ايف ان دوج يقصد الكلاب اللي كانوا في عربيته. فبيقول دوج ان الكلاب انقذوه من الموت اكتر من مرة وانه مديون ليهم بحياته. وبتسأله ايف لو بيحب الكلاب اكتر من البشر، فبيقول لها دوج ان كل ما بيتعرف على البشر بيحب الكلاب اكتر، لكن الكلاب عندها عيب واحد بس، وانهم بيثقوا في البشر. وبيبدأ يحكي لنا قصته وبنرجع بالزمن لايام طفولة دوج. وبيكون دوج اتولد في اسرة فقيرة مع والده ووالدته واخوه، وبنعرف ان ابو دوج شخصيته عنيفة وبيربي الكلاب عشان يخليها تدخل في مباريات مراهنات ويكسب من وراها فلوس كتير. وعشان كده ابو دوج بيجوع الكلاب ومش بيرضى ياكلهم عشان تكون شرسة في المباريات. وبيكون اخو دوج بيساعد ابوه في تربية الكلاب، وبنشوف ابو دوج وهو بيضرب مراته بسبب انها اكلت الكلاب. وبيكون دوج متعاطف مع الكلاب زي والدته. وفي يوم بيشوفوا اخوه بياكلهم وهما بيتغدوا بيحكي لابوه عن اللي عمله دوج، فبيتعصب الاب وبيحبس دوج في قفص الكلاب، وبيقول له ان هو من اللحظة دي هيعيش مع الكلاب للابد. وساعتها ام دوج بتحس بالضعف لانها تعبت من العيشة دي، وبتسيب لدوج اكل في علب كتير وبتقول له يدفنهم عشان ابوه ما يعرفش. وعشان هي حامل بتقرر تهرب وتوفر لطفلها حياة احسن من كده، وبتودع دوج وبتمشي. وبنشوف دوج وهو بيقسم الاكل بينه وبين الكلاب، وبيقرا المجلات اللي كانت والدته بتخبيها جنب قفص الكلاب عشان والده ما يشوفهاش، لحد ما بيجي فصل الشتاء على دوج وهو محبوس مع الكلاب، وكلهم بيقربوا منه عشان يدفوه. وبتسأله ايف لو كان زعل من والدته عشان اتخلت عنه وهربت، فبيقول لها لا، لانها كانت ضعيفة، وان في البرية الضعيف بيموت وبيتاكل، اما في البشر الضعيف بيحاول يهرب زي ما عملت والدته. ولما بتروح ايف لابنها بتقول لها مامتها انها شافت ابو ابنها في الحي، وبتكون مستغربة لانه المفروض يكون في مصحة للعلاج من الادمان. فبتقول لها للاسف هو شخص عنيف زي ابو ايف. وبتكون زعلانة من كلام مامتها وبتقول لها انها عارفة كل اللي هي بتحكي فيه ده. فبتزعل مامتها وبتسيبها وتمشي، وساعتها بتطمن ابنها وبتقول له انها مش هتهرب وتسيبه. وبنرجع لدوج وبيقول ان في يوم اخوه كان بيسخر منه وعلق يافطة على القفص مكتوب عليها رجل الكلاب، لكن الجملة بتعجب دوج لانه لما كبر اتشهر بالاسم ده. وفي يوم بيروح له شاب من اهل الحي اللي هو ساكن فيه، وبيكون اسمه خوان، وبيدي خوان لدوج كلب صغير كان في الشارع. فبيفرح دوج بالكلب وبيشكره جدا، وبيسأله دوج لو محتاج اي مساعدة. فبيقول له خوان ان والدته بتتعرض للابتزاز من رجل عصابات اسمه ديجو، وانه بيطلب من والدته فلوس كتير مقابل الحماية، لدرجة انها بتبيع عفش البيت عشان تكمل له الفلوس اللي عاوزها. فبيطمنه دوج وبيقول له يعرف والدته ان المشكلة خلاص هتتحل ومش هيضايقها ديجو تاني. وبعدها بيخرج دوج وهو متنكر في هيئة واحدة ست، وفي الوقت ده بيكون ديجو في الحانة وبيلاقي كلب صغير داخل عليه وبيكون معاه تليفون. واول ما بيحط الكلب التليفون قدام ديجو بيرن دوج على التليفون وبيدي اشارة الكلب تاني، فبيجري الكلب على الحانة وبيروح لديجو وبيعضه في منطقة حساسة جدا. فبيصرخ ديجو وساعتها بيعرفه دوج ان الكلب ممكن ينهي مستقبله في ثواني لو ما سمعش كلامه. وبيطلب منه دوج انه يبعد عن الست صاحبة المغسلة وما ياخدش منها اي فلوس تاني. فبيوافق طبعا ديجو وبيدي التليفون للكلب الصغير، وساعتها بيخرج بسرعة والكلب الكبير بيسيب ديجو وبيحصله. وبعدها بيرجع دوج على المكان اللي هو بيعيش فيه مع كلابه، وبيشيل الماسك وبيمسح الميك اب اللي على وشه، وبيظهر انه مبسوط جدا لانه بيساهم في فعل الخير. وبعدها بنشوف ايف وهي رايحة شغلها وبتكلم طليقها في التليفون وبيكون عاوز يشوف ابنه، لكن ايف بتقوله ان المحكمة حكمت بانه هو خطر على ابنه لان هو مدمن، وبتطلب منه ما يخوفش مامتها لكنه بيقفل في وشها. وبتوصل ايف للمكان اللي بيعيش فيه دوج وكلابه، وبنلاحظ
فبتلاحظ ان في جثث كتير وعلامات لطلقات الرصاص على كذا حيطه، فبتفهم ان حصلت مشكله كبيره مع دوج وطلقات نار في المكان ده. وبعدها بتروح لدوج وبتقول له ان الشرطه سمحت لها تزور بيته وقدرت تجيب له الحاجات اللي طلبها منها، فبتقعد معاه عشان تسمع منه باقي حكايته وايه اللي وصله لكده. فبتساله ازاي خرج من القفص اللي كان محبوس فيه مع الكلاب. فبنرجع بالزمن وبيكون دوج بيرعى الكلاب اللي لسه مولوده، ولما اخوه بيعرف بيروح يبلغ ابوه بسرعه، فبيتعصب الاب وبيطلع بالبندقيه وبيروح على قفص الكلاب عشان يقتل الكلاب الصغيره. فبيقف دوج قدامه وبيترجاه ما يقتلهمش، لكن الاب بيتجاهل كلام دوج وبيحاول يبعده عن طريقه. فبيثبت دوج في وش ابوه والكلاب كلها بتنبح، فبيضرب طلقه وبتيجي في ايد دوج وبيترمي على الارض وبيكون عاوز يدخل يكمل عليه، لكن اخو دوج بيحاول يهديه وبياخده وبيدخلوا البيت. وساعتها دوج بيحط صباعه المقطوع في كيسه وبيديه للكلب الصغير وبيوري له صوره شبه عربيه الشرطه اللي في المجله. فبياخد الكلب الكيس وبيخرج من فتحه صغيره في القفص وبيجري على الشارع، وبيقدر الكلب يوصل لعربيه الشرطه وبيحط الكيس اللي فيه صباع دوج على العربيه. واول ما بيشوف الشرطي وزميله الكيس بيفهموا ان الكلب بيرشدهم عن جريمه، فبيمشوا وراه لحد ما بيوصلوا لبيت دوج. واول ما بيشوفوا اللي حصل لدوج بيتم القبض على ابو دوج واخوه، وبتيجي الاسعاف وبيحكي لنا ان بعد ما الطلقه قطعت صباع دوج خبطت في الحيطه واتردت في ظهره واستقرت في النخاع الشوكي، وبسبب الاصابه دي دوج فقد القدره على المشي نهائي. وده لان الاطباء ما قدروش يستخرجوا الرصاصه من جسم دوج لان هيكون في خطوره على حياته لو طلعوها، ولكن بيتم تركيب دعامات في رجله عشان تساعده على المشي. لكن اي حركه ممكن تخلي الرصاصه تتحرك من مكانها هتتسبب في موت دوج، وبيتم الحكم على ابو دوج ب20 سنه سجن، لكنه بيموت نفسه بعد اسبوعين من الاعتقال. اما اخوه ريتشي بيتحكم عليه ب12 سنه وبيخرج بعد 8 سنين لحسن السير والسلوك. وفي اليوم اللي بيخرج فيه ريتشي من السجن بيكون في كلب واقف مستنيه قدام السجن، وبيفضل الكلب ماشي ورا ريتشي في الشارع لحد ما بيلاقي مجموعه كلاب جايه عليه، فبيجري في ممر طويل وبيلاقي الكلاب بتكتر، وساعتها بيهجموا عليه وبيموتوه. وبتكون متاثره ايف بقصه دوج وبتقول له ان التقارير بتقول انه اتنقل لدار رعايه بعد القبض على ابوه واخوه. فبيقول لها دوج ان دار الرعايه دي كانت مرحله مهمه جدا في حياته. وبنرجع للماضي وبيكون دوج في دار الرعايه ومش عارف يتصاحب على حد ومفتقد كلابه جدا، وبيقول لها ان الكلاب بيحبوا اصحابهم وبيعضوا اعدائهم عكس البشر. وبتساله لو دخل في علاقه رومانسيه قبل كده، فبيحكي لها عن واحده اسمها سلمى وهي واحده من مشرفات الدار وكانت بتعلم ماده التمثيل. وساعتها بتقول له سلمى ان مدير المكتبه قال لها ان دوج قارئ ممتاز وبتنصحه يقرا روايات شكسبير وهيتعلم حاجات كتير جدا، وبيكون حاسس بالوحده فبيسمع كلام سلمى وبيقرا كل الروايات اللي هي بتجيبها له. وبعدها سلمى بتاخد دوج وبتعلمه ازاي يستخدم ادوات المكياج ويقدر يغير ملامحه، وبتقول له انه يقدر يبقى ملك او امير زي ما يقدر يبقى متسول او زرعه، وبتخليه يمثل معاها في المسرحيات اللي بتعملها في الدار. وبمرور الوقت بيتعلق دوج بسلمى جدا وبيحبها بجنون، وبيجي يوم وبتسيب سلمى دار الرعايه وبتسافر على مدينه تانية، وده لان في مخرج شافها واعجب بموهبتها في التمثيل وقرر انه يشغلها معاه. وبتمر السنين وبتبقى سلمى ممثله مشهوره وليها جمهور كبير، وبيكون دوج بيشتغل مدير لملجأ كلاب في الولايه. وبنعرف ان دوج طول السنين دي كان بيتابع كل اخبار سلمى من خلال الجرايد وبيحتفظ بكل الاخبار اللي بتتنشر عن سلمى وبيحطها كلها في ألبوم كبير، وبعدها بيروح لها المسرح وبيقابلها وبيديها الألبوم هديه. فبتفرح سلمى جدا لما بتشوف الهديه وبتقول لدوج ان دي اجمل هديه جات لها في حياتها، وبيكون لسه هيعترف لها بحبه. بيدخل المخرج وبيتصدم دوج لما بيعرف انه اتجوزها، وكمان عرفت انها حامل من اسبوعين، فبيحبس دوج دموعه وبيبارك لسلمى على جوازها وبيسيبها ويمشي. واول ما بيرجع دوج للملجأ بيكون في قمه غضبه لدرجه انه بيقف على رجليه وبيمسك الكرسي المتحرك وبيرميه على الارض، وبيفضل دوج غضبان وبيصرخ لان هو انسان عاجز وبسبب عجزه خسر حبه الوحيد في حياته. وبعدها بينهار وبيقع دوج على الارض، والكلاب كلها بتبقى متعاطفه معاه، فبيحاولوا يفتحوا القفص وبيخرجوا منه وبيفضلوا جنبه عشان يواسوه. وتاني يوم بيجي 2 موظفين وبيطلبوا من دوج انه يخلي الملجأ، وده لان حكومه الولايه قررت انها تبيع المبنى لواحد من المستثمرين. فبيسالهم دوج عن مصير الكلاب اللي موجوده في الملجأ، فبيقول له انهم هيهتموا بالكلاب بطريقتهم وبيدوا له مهله يومين عشان يسيب المكان. وبعد اليومين بيوصلوا بالشرطه عشان يستلموا الملجأ، لكنهم بيتفاجئوا ان المكان فاضي وبيستغربوا ان دوج قدر ياخد كل الكلاب ويمشي. وبنشوف دوج وهو في مبنى مهجور وبيكون اخد كل الكلاب اللي موجوده في الملجأ وبيروح يعيش معاهم هناك. وبنشوف
فبنشوفه وهو بيقرا رواياته بيكونوا الكلاب منسجمين معاه كأنهم فاهمينه، وبسبب الرواية بيفتكر سلمى وبيحبس دموعه عشان ما يعيطش. وبتسأله إيف لو قابل سلمى تاني، فبيقول لها إنها بعد ما خلفت ولدين اعتزلت التمثيل واختفت، وجوزها اتعود على الشرب والسهر في الحنان. وبيقول لها حتى النجوم بتختفي وبتنطفي في النهاية. وبيحكي لها إنه في فترة البيت المهجور فضل يدور على شغل عشان يقدر يلاقي مصدر دخل ويجيب أكل للكلاب، لكن محدش بيرضى يشغله بسبب عجزه، ومع ذلك دوج مش بييأس وبيفضل يدور على شغل لحد ما بيدخل حانة وبيلاقي فيها الرجالة بيتنكروا في هيئة ستات وبيقدموا فقرات غنائية، وبيفتكر المسرحيات اللي كان بيقدمها مع سلمى، وبيطلب من رودني صاحب المكان انه يشغله عنده، وبيكون صاحب المكان رافض يشغله لان مش هينفع يغني قدام الناس وهو على كرسي متحرك. فبيقف قدامه دوج عشان يعرفه انه بيقدر يقف على رجله، فبيتعاطفوا الموظفين مع دوج وبيطلبوا من صاحب المكان انه يشغله ويديله فرصة، وكمان هم هيساعدوه في الفقرة بتاعته. فبيقتنع رودني بكلامهم وبيوافق يشغل دوج معاه. وبيجي اول يوم لدوج في الشغل وبيتنكر في هيئة ست، وبعدها زمايله بيساعدوه عشان يوقفوه ورا ستارة المسرح. واول ما بتتفتح الستارة بيغني دوج بطريقة جميلة جدا، وكل اللي موجودين بيعجبوا بيه وبيسقفوا له، واولهم المدير رودني. واول ما بتتقفل الستارة بيجروا عليه زمايله لانه بيكون تعب جدا ومش قادر يقف على رجله. وبالرغم من ان دوج اشتغل في الحانة الا ان مرتبه مش بيكفيه هو والكلاب اللي معاه. وفي يوم دوج وهو بيحضر اكل للكلاب وبيقرا مكونات الوصفة بصوت عالي، وبيتفاجئ ان الكلاب بتجيب له المكونات لحد عنده. فبيستغرب دوج من ذكاء الكلاب وبيقرر يستغل فهمهم لكلامه وتنفيذهم لتعليماته في انه يسرق المجوهرات من بيوت الاغنياء. وبيجي يوم تنفيذ اول عملية سرقة، وبيطلع واحد من الكلاب فوق سطح البيت، وبعدها بيتسلل للبيت من خلال الشباك. واول ما بيدخل الكلب للبيت بيجري على الباب الخلفي، وفي الوقت ده بيكون باقي الكلاب مستنيين زميلهم يفتح لهم الباب. واول ما الكلب بيفتح الباب بتدخل الكلاب كلها البيت وبيبداوا يدوروا على المجوهرات اللي فيه وبيسرقوها، لحد ما في يوم بيسرق الكلب الصغير عقد الماظ من بيت واحده ست غنيه جدا. وتاني يوم بيروح موظف شركه التامين اللي اسمه كيرمن للست صاحبه العقد، وبيكون مستغرب جدا ان العقد اتسرق بالرغم من كل احتياطات الامن اللي موجوده في البيت، وبيطلب انه يشوف تسجيلات الكاميرات. وبعدها بيفضل كيرمن يراجع التسجيلات اكتر من مره لحد ما بيشوف الكلب الصغير وهو بيلعب مع الكلاب اللي بتحرس البيت وبيتصاحب عليهم، وبعدها بيدخل البيت بكل سهوله. فبيشك كيرمن طبعا في تصرف الكلب، وبيطلب من زميله انه يراجع كل التسجيلات الكاميرات اللي موجوده حوالين البيوت اللي اتسرقت خلال الفتره اللي فاتت. وبيفضل كيرمن يتفرج على التسجيلات طول الليل وبيتاكد ان الكلاب هي اللي بتنفذ عمليات السرقه، فبيتابع مسارها من خلال تسجيلات الكاميرات اللي موجوده في الشوارع. وبيشوف الكلاب وهي بتروح عند شاحنه كبيره، ومن خلال رقم الشاحنه بيقدر كيرمن انه يوصل لدوج، وبيروح له المسرح وبيكون منبهر بادائه. وبعد ما بيخلص العرض بتاع دوج بيروح له في الاوضه اللي بيجهزوا فيها وبيقول له انه معجب بادائه وانه من جمهوره، وبيعزم دوج على العشاء لكن دوج بيرفض وبيقول له انه لازم يروح عشان ياكل اولاده. وبيعرف دوج منه ان كيرمن بيشتغل في شركه تامينات، وبعدها بيفضل ورا دوج لحد ما بيعرف المكان اللي عايش فيه. وبيدخل كيرمن للمبنى لكنه بيترعب لما بيلاقي كلب شرس قدام الباب، فبيخاف منه وبيرفع عليه المسدس. وبيشوف دوج من الكاميرات وبيفتح له الباب عشان يدخل، وبيأمر الكلاب انها تختفي عشان في ناس، والكلاب بتنفذ كلامه. فبيدخل كيرمن وبيقابل دوج وبيقول له انه معجب جدا بذكائه وقدرته على تدريب الكلاب على السرقه، وانه اكتشف طريقه الكلاب اللي بتسرق بيها المجوهرات من البيوت. وبيطمنه كيرمن انه مش هيبلغ عنه الشرطه، وده في المقابل انه يسلمه المجوهرات اللي سرقها. وبيظهر ان كيرمن طمعان في المسروقات لنفسه، ولما بيرفض دوج بيتعصب عليه وبيضرب طلقه في السقف. فبيشاور له دوج على مكان الخزنه اللي هو شايل فيها المجوهرات، وبيقول له الرقم السري. فبيفتح كيرمن الخزنه وبياخد علبه المجوهرات، وبعدها دوج بيطلب من كيرمن انهم يتعشوا سوا، وبيخدعه وبيفهمه انه مش مهتم بالمجوهرات لانه ممكن يسرق غيرها بكل سهوله. فبيقتنع كيرمن بكلام دوج وبيقعد عشان يتعشى معاه، لكن فجاه دوج بيدي اشاره للكلاب وبيهجموا كلهم على كيرمن وبيقتلوه. وفي الوقت الحالي ايف بتقول لدوج انه ارتكب جرائم كتير ولازم يتحاسب عليها، وبتعرفه انه ممكن يواجه عقوبه الاعدام. فبيقول لها دوج انه مش مهتم، وده لان هو بيعتبر نفسه انه انسان ميت اصلا. فبتطلب ايف منه يحكي لها على اليوم اللي تم القبض عليه، وبنرجع بالزمن وبيكون دوج في البيت وبيجهز عشان يروح شغله في الحانه. وفي الوقت ده بيكون ديجو ورجالته قبضوا على اخوانه وضربوه وعذبوه لحد ما عرفهم بمكان دوج. واول ما بيدخلوا المكان ديجو بيضرب خوان بالنار وبيموته، وبيتخض دوج لما بيسمع صوت ضرب النار، وديجو بيأمر
رجالته انهم يخلصوا على دوج وكل الكلاب اللي معاه، وبيشوفهم دوج من الكاميرات فبيأمر كلابه انهم يستعدوا للحرب. فبتخرج الكلاب من الاوض وبينتشروا في اماكن معينه في المبنى، وبيروح دوج ناحيه دولاب الاسلحه وبيقف على رجله وبياخد منه بندقيه وبيخرج للمبنى من مكان سري في الاوضه. وفي اللحظه دي بتقدر الكلاب انها تخدع رجاله ديجو، وبتستدرج كل واحد فيهم لفخ معين، وبيستخبى واحد من الكلاب في مكان معين، واول ما بيقرب منه واحد من العصابه بيسحبه من رقبته وبيخلص عليه. وهناك بيكون في كلب مستخبي في مكان تاني، وبيستنى لحد ما واحد من العصابه يدخل لمكان بيكون غرقان ميه، وبعدها بيشد الكلب كابل الكهرباء وبيوقعه على الارض، فبيتكهرب الشخص ده وبيموت. وفي الوقت ده بيكون واحد من العصابه على وشك ان هو يقتل كلب صغير، لكن دوج بيضربه بالنار وبيموته. وبسبب صوت ضرب النار بيدخل واحد من رجاله العصابه جوه اوضه وبيقفل الباب على نفسه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي مجموعه من الكلاب واقفه وراه، فبيصرخ وصوت صريخه بينتشر في المبنى بالكامل لدرجه ان ديجو نفسه بيخاف وبيأمن على سلاحه. وفي الوقت ده بيخافوا رجاله ديجو لما بيسمعوا صوت زمايلهم وهم بيصرخوا قبل ما يموتوا واحد ورا التاني. فبيجري واحد منهم ورا كلب بيعدي من قدامه، لكنه بيقع جوه حفره كبيره وبيتصاب اصابات خطيره، فبيروح له زميله عشان يطمن عليه. فبيجي الكلب من وراه وبيزقه وبيوقعه في الحفره، وبعدها بيظهر دوج وبيضربهم بالنار وبيخلص عليهم، لكن ديجو بيضرب نار في نفس اتجاه الرصاص وبيسيب دوج في ظهره. فبيزحف دوج على الارض لحد ما بيوصل للاوضه، وبيقعد على كرسي وبيهدي اعصابه كأن مفيش اي حاجه. فبيدخل عليه ديجو وبيرفع عليه السلاح وبيكون على وشك انه يقتله، وبيحاول يضرب لكن المسدس مش بيكون فيه رصاص. فبيقول له دوج ها ما ضربتش ليه؟ وساعتها بيهجم عليه كذا كلب وبيقتلوه. ولما الشرطه بتقبض على دوج بيسالوا الشرطي على مصير الكلاب اللي في الشاحنه، فبيقول له دوج هم عارفين هيعملوا ايه، وبيشاور لكلب منهم. فبينزل هو وكل الكلاب اللي في الشاحنه وبيجروا في الشارع. وفي الوقت الحالي ايف بتتعاطف مع دوج وبتقول له انها هتدور على اي حاجه تقدر تساعده بيها، وقبل ما تمشي بتساله هو ليه وثق فيها وحكى لها كل اسراره. فبيقول لها دوج لان في حاجه مشتركه بينهم، وان هما الاتنين بيحسوا بالالم في حياتهم. فبتتاثر ايف وبتسيبه وتمشي. ولما بتخرج من مركز الشرطه مش بتاخد بالها ان في كلب واقف بيراقب المكان. ومع اول ضوء نهار بتهجم مجموعه من الكلاب على مركز الشرطه، وبيهجم كلب ضخم على الحارس وبيفقد الوعي، وبيتحرك كلب تاني وبياخد مفاتيح الزنزانه من الضابط. وبعدها بيقدر كلب تالت انه يعدي من بين القضبان ويوصل لزنزانه دوج وبيحط له المفاتيح تحت الباب. وبيفرح دوج لما بيخرج من الزنزانه وبيلاقي الكلاب مستنياه، وبيتحمل دوج على نفسه وبيقف على رجله وبيخرج من مركز الشرطه وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل للكنيسه وبيقف قدامها. وبسبب ان دوج اتحرك كتير جدا الرصاصه اللي في نخاعه الشوكي بتتحرك، وبيقع دوج على الارض وبيموت. فبيتجمع حواليه عدد كبير جدا من الكلاب وبيقعدوا جنبه وبيودعوه. وفي الوقت ده بتبص ايف من شباك بيتها وبتلاقي كلب شرس قاعد قدام البيت، فبتفهم ان دوج هو اللي بعت لها الكلب ده عشان يحميها هي وابنها من طليقها. وبس كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير وسلام.